السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. طبعا مفيش سحور في رمضان ينفع من غير الزبادي. النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي البلدي بطريقة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت تكاليف قليلة زي ما احنا متعودين. شايفين الجمال والحلاوة وطعمه حلو جدا، هيعجبكم ان شاء الله. هنا معايا كيلو لبن بقري، طبعا عشان البقري ارخص. هنحط عليه معلقة مليانة نشا، وهنقلبه كويس على النار لحد ما يتماسك زي ما احنا شايفين. اول ما يغلي هنشيله من على النار ونسيبه يبرد. مش هنسيبه يبرد قوي، لا، هنسيبه لحد ما يبقى دافي علشان نحط عليه الخميرة بعد كده اللي هي الزبادي الجاهز ويدينا النتيجة المطلوبة. احنا كده سيبناه لحد درجة حرارته ما بقت دافية. هنضيف عليه معلقتين كبار مليانين زبادي او زبدية صغيرة اصغر مقاس، وهنقلبهم كويس. طبعا مش هينفع ان احنا نقلبهم بالمعلقة بس، هنضربهم في الخلاط او في الكب زي ما احنا شايفين كده. هنضربهم كويس، وبعدين لو ماكينة الزبادي لو متوفرة عندكم هنصب في الكوبايات وهنغطيه ونحطه في الماكينة لمدة مش اقل من 5 ساعات. لو مش متوفرة عندنا هنسخن الفرن بتاع البوتاجاز ونحط الكوبايات في صينية فيها شوية مية دافية، ونسيبهم برضو يا اما لمدة ليلة او مش اقل من 5-6 ساعات برضو. وبعدين لما نلاقي هنغطي هنا علشان هنحطه في الماكينة. وبعدين بعد مرور 5 ساعات النتيجة زي ما احنا شايفين، جميل جدا ومتماسك. بس لازم يتحط في التلاجة، مش هينفع يتاكل كده، لازم يتحط في التلاجة لمدة 3 ساعات، وبعد كده هيدينا النتيجة المظبوطة. كده حطيناه في التلاجة لمدة 3 ساعات وطلع معانا زبادي جميل جدا متماسك وناعم، مفيهوش كتل، وفي نفس الوقت طعمه حلو قوي وهيعجب الجميع، وهيبقى متوفر عندكم كل يوم زي ما احنا شايفين النتيجة كده. هيعجب الجميع ان شاء الله. حبايبي ما تبخلوش علينا بلايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان القناة تكبر بيكم، وما تنسوش اللايك عشان يوصلكم كل جديد. وفي نهاية الفيديو اسيبكم في رعاية الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين. مع السلامة.